ومعانا النهاردة فيديو مفيد لكل المهتمين بشاحنات مرسيدس ومان تي جي اي او تي جي ام او ايا كان موديل المان اللي هو الموديلات الحديثة والقديمة كمان. يعني الفيديو بتاع النهاردة يخص الموديلات الحديثة والقديمة من المرسيدس والمان تي جي اي. زي ما احنا شايفين اول حاجه كده في الصور اللي في الشمال دي عربيات الفان، تقريبا 6 موديلات فان، وبعدين بيدخل على النقل، وبعدين بيدخل على الموديلات المختلفه من المرسيدس. طيب الموقع ده الاستفاده منه ايه؟ الموقع ده بستفيد منه حاجه اسمها كاباسيتيز. يعني ايه كاباسيتيز او اويل كاباسيتيز؟ هو طبعا مش الاويل بس، يعني ده بيديني، الموقع ده بيديني خدمه ان انا اعرف كل السوائل اللي موجوده في العربيه بتاعتي محتاج منها قد ايه، او الكباسيتي بتاعتها قد ايه، او السعه بتاعتها قد ايه. يعني محتاج اعرف مثلا المحرك بتاعي بياخد زيت قد ايه، او الموتور بتاعي بياخد زيت قد ايه، حسب نوع الكارتيرة. طبعا في كارتيرة اللي هي المعدن، وفي كارتيرة اللي هي البلاستيك. الزيت المية الرادياتير مثلا بياخد كام لتر مية. الزيت الفتيس اللي هو الترانسميشن الترانس بتاعي، او اللي هو الترانسفير كيس. الديفرنشال او الكورونا بتاخد كام لتر زيت، وهكذا بقى. واذا كان في ريتاردر مثلا بياخد كام لتر زيت. كل الكلام ده بعرفه من خلال الموقع بتاع النهارده. البنتوسين او زيت الباكم في حاله زيت الكلاتش بتاعي، او زيت الدبرياج، كل المعلومات دي موجوده على الموقع بتاعي. الجريس او الشحم نوع الشحم اللي هو بحتاجه للعربيه بتاعتي، او الكميه قد ايه. كل الكلام ده موجود، او خدمات بيقدمها الموقع بتاع النهارده. زي ما احنا شايفين في الاول موديلات الفان، وبعدين بيدخل على المرسيدس اللي هو التي 2 والفاريو، وحاجات اللي هي ال كي والاس كي ان والاكسور. دي الاكسور طبعا. وفي عندنا حاجه اسمها ايكونيك، وفي الاس كي او الان جي والاس كي. وفي عندنا الاكتروس ام بي 1 و 2 و 3، والاكتروس ام بي 4 اللي هو الموديل 963. وفي بيدخل بعدين على المان اللي هو الموديلات ال 2000 والتي جي ال والتي جي ام والام 2000، الموديلات المختلفة. والتي جي ام هي عندنا الموديلات المختلفة من عربيات او شاحنات المان. طبعا كل من عندنا هنا في الجانب اليمين. طب دلوقتي الام بي 3 مثلا، ام بي 1 و 2 و 3 اهو، بيقول لي الموديلات دي هي الايه. ام بي 1 اللي هو طبعا الرقم الشاسيه بتاعها بيبقى 950 54، وال2 و 3 طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، الناس اللي هي شغاله في الاكتروس، بيبقى موديل الشاسيه او رقم الشاسيه بتاعها بيبدا ب 930 لحد 34. يعني طبعا 930 وفي 33 وفي 34. طبعا ده حسب موديل العربيه، اذا كانت خلاطه او راس تريلا مثلا ولا تريلر او قلاب. تمام، الرقم ده بيختلف في الكلام ده، لكن طبعا كلهم واحد. وهنا 963 اللي هو الموديلات اللي هي بتاعة الام بي 4. ده شكل العربية طبعا زي ما احنا عارفين. طيب بدخل عليه عشان اعرف الساعة بتاعة الزيت، او الزيت بتاخد قد ايه، او الموتور بتاعي بياخد زيت قد ايه. الترانسفير كيس اللي هو الترانس الكورونا. بدخل هنا في اختيارات في الجانب اليمين زي ما احنا شايفين، حاجة اسمها اي ان، وفي تحتها اسمها دي اي وبي ال، وفي ار يو ويو اي. طيب انا دلوقتي عايز، يعني ايه الكلام ده؟ اي ان طبعا يعني هيتعامل باللغه الانجليزيه، يعني طبعا الموقع ما بيدعمش اللغه العربيه. انجليزي والماني، وفي تقريبا بلغاري، وفي روسي، وفي اللغه الخامسه دي طبعا انا ما اعرفش يو ايه دي اختصار ايه. لكن اللي احنا بنستخدمه طبعا اللي هو الانجليش، او اللغه اللي هي كلنا عارفينها بنتعامل بيها، اللغه الانجليزيه. طبعا الموقع بيحمل. بدخل بعدين على الصفحه بتاعتي. في خدمة هنا ممكن اكتب رقم الشاسيه فوق في الجزء ده، في المستطيل اللي فوق ده اكتب رقم الشاسيه اللي هو الفين نمبر. وهنا طبعا دي 3 رموز اللي هو بيكونوا قبل الرقم الشاسيه: دبليو دي بي، دبليو دي اف، في اس اي. بختار ال3 حروف المكتوبين الاول، مثلا دبليو دي 4 مثلا كده، خلاص بيبقى مكتوب قبل الرقم الشاسيه الحروف اللي هي موجودة قدامه. وعايز اغير، بطلع تاني واغير دبليو دي بي، واختار get the data card for of vehicle اللي هو المستطيل ده. بيديني بقى ايه نوع العربية دي، اذا كانت خلاطة ولا قلاب، ونوع الانجن بتاعي المحرك، والجير بوكس اللي هو الفتيس. هنا بيديني بقى المحركات المختلفة. ال 501 طبعا اللي احنا عارفينه اللي هو 6 سلندر، وفي 502 اللي هو 8 سلندر. كل دي انواع 501. اختلافات بين المحركات، يعني هنا اليورو 4 ويورو 5 طبعا، ده اللي هو الام بي 3. وطبعا الموديلات اللي فوق دي اللي هي الام بي 1 والام بي 2 طبعا 6 سلندر. طبعا بيقول لي هنا الماكس طبعا هنا 34. يعني دي 6 سلندر بتاخد 34، ودي 6 سلندر بتاخد 32، و6 سلندر بتاخد 34. طيب ده ايه ده؟ في حاجات تحت كمان بيقول لي هنا بلس
بلس 9 يعني زائد 9 او زائد 14. ايه زائد 9؟ يعني ممكن 34 نزود عليها 9 في حالة ان نوع الفلتر مختلف، لونج تايم فلتر، او الفلتر ده لونج تايم بيتغير على فترات اطول. تمام. في فلتر مميز بالكود بتاعه ام 18 بيتغير على فترات اكبر، فبيبقى بيحتاج مثلا كام لتر؟ 9 و34 يعني تقريبا بيحتاج 43 لتر. طيب ايه البلس 14 ده؟ يعني بياخد كام؟ 48 لتر. هو حاجه اسمها اوتوماتيك موتور اويل فيلينج. يعني ده موتور فيه خاصيه ان هو ايه، يعمل اعاده ملء ذاتي من نفسه كده. اول ما الزيت ينقص بيعمل اعاده ملء. ده بياخد ايه الموتور ده؟ بياخد كام؟ 14 لتر. موديلات مختلفه طبعا. 34 كل ده 501. 501 اللي هو 501 6 سلندر. تمام. انواع مختلفه طبعا. هنا الكارت بلاستيك اويل بان. طبعا دي بلاستيك اويل بان، دي اللي هي دي. تمام. دي اللي هي الكارتيرا البلاستيك. هنا هنلاقي مثلا ايه؟ اللوي. هنا دي كارتيرا اللي هي اللوي اللي هي الميتال. تمام. دي اختلافات بين المحركات او انواع المحركات. دي 501. 502 دي اللي هي المكنة اللي هي 8 سلندر. تمام. في اختلافات برضو. 38 الماكسيمم بتاعها 38. لو في فلتر اللي هو اللي بيتغير على فترات طويلة لونج تايم بيبقى بيزود 9. يعني 7 وكام؟ 47. 14 يبقى 52. تمام. في عندنا برضو دي 38 و9. دي كلها انواع. طب الترانسميشن او الفتيس، طبعا هنا نوع الزيت يا جماعه برضو ما ركزناش، ما جبناش النقطه دي. لو دخلت هنا مثلا موتور اويل، انا عايز اعرف ياخد زيت ياخد زيت نوع الزيت مثلا. ادخل على حاجه، ادوس على الرقم اللي جنب الموتور اويل دي، هيدخلني على صفحه تانية يديني نوع الزيت. تمام. اللي هو ده 15. ده طبعا هو نوع الزيت اهو. 15 W40. عايز ارجع تاني مثلا ادخل على زيت الفتيس مثلا. كل ده موتور اويل. عايز ادخل على زيت الفتيس. طبعا كاتب لي قدامه اهو ده الترانسميشن 12 سرعة اللي هو الفتيس 715 12 او 210. ده الفتيس اللي هو ال 210 بياخد كام؟ 11 لتر. نوعين. لو وزاوت اويل كولر يعني لو ما فيهوش مبرد زيت بياخد 11 لتر. لو في مبرد زيت اللي هو ويز اويل كولر اللي هي دي بياخد 12. تمام. طب نوع الزيت نفسه بيقول لي 75 دبليو 90. 75 دبليو 90 اللي هو زيت اللي هو السينثيتك جير اويل، زيت تخليقي. طبعا ده برضو اللي هو الفتيست فيه ريتاردر. هنا لو في ريتاردر بياخد كمية أكبر طبعا 11 ونص لو في ريتاردر ومفيش اويل كولر، مفيهوش مبرد زيت. طب لو في اويل كولر بياخد 12 ونص. ده الفتيس اللي 12 برضه سرعة اللي هو جي 281. برضو لو في مبرد زيت، لو مفيش مبرد، لو في ريتاردر. كل واحدة من دول بتختلف السعة طبعا بتاعت طبعا نفس نوع الزيت اللي هو الخمسة هنا 80 أو 75 دبليو 90. كل الكلام ده بيشرح تفاصيل 16 الفتيس اللي هو 16 سرعة. 210 و211 و240 و230 و260 و280. كل الحاجات دي طبعا بيديني لو زود اويل كولر يعني لو بدون مبرد زيت بيبقى بياخد 15. ولو في ريتاردر بياخد 16. كل التفاصيل بتاعت طبعا الباور تيك اوف او البي تي او. ده المفروض اللي هو البي تي او زيت البي تي او بياخد اويل جير اويل زيت فتيس زي بتاع الترانسميشن بالظبط. في انواع مختلفة طبعا. في منه بياخد 4 من 10 لتر او 6 من 10. التربو كلاتش ده خاص بزيت الفتيس اللي هو الاوتوماتيك. الريتاردر طبعا بياخد زيت ريتاردر اور انجن اويل بياخد زيت مكنة او زيت محرك. انواع طبعا الريتاردر مختلفة. لو الموديل البي اي 1 غير البي اي 9 كمية مختلفة طبعا. الترانسفير كيس اللي هي الترانس اللي هي بتبقى قبل الكورونا 11 لتر بتاخد طبعا برضه نفس زيت الفتيس اللي هو 80 دبليو 90 او 85 دبليو 90. تمام. ده ترانسفير كيس بأنواع المختلفة. الأكس الأولاني أو المحور الأمامي بيحتاج زيت برضو بياخد درجة الزيت اللي مكتوبة هنا برضو عندنا 85 دبليو 90. كل تفاصيل الزيوت الموجودة. الفرونت أكسل والرير أكسل اللي هي الكورونا بتاعتي بأنواعها المختلفة. في إيه تاني عندنا اللي بعد الكورونا دي؟ كل ده قوانين الرير أكسل دي كورونا يا جماعة. باور ستيرنج اللي هو زيت الباور بأنواعها المختلفة.
باور ستيرنج، زيت باور، الاديشنال رير اكسل ستيرنج، يعني زيت المحور الاضافي بتاع الدركسيون، في بيكون محور زياده كده في اخر العربيه مع الدركسيون برضو، في بياخد زيت طبعا تقريبا 10 لتر، بياخد باور ستيرنج فلويد، يعني بياخد زيت اللي هو الباور. تمام. في تفاصيل كتير جدا. الهيدروليك طبعا اللي هو الكلاتش كنترول، جي بي اس اللي هو العصاية العادة بياخد كمية زيت طبعا تقريبا. البريك فلويد دوت فور، يعني دوت فور اللي هو زيت الباكم. في نوعين، في نوع بياخد زيت باكم وفي نوع بياخد زيت بنتوسين. تمام. الاد بلو تانك بياخد حاجة اسمها فلويد اد بلو، الرقم بتاعها 770، ده رقم الكولينج سيستم اللي هو كمية المية في الراداتير. لو مفيش ريتاردر بتاخد واحد، المكنة دي الستة سلندر بتاخد 41 لتر، لو في ريتاردر بتاخد 53. تمام. كل الداتا اللي ممكن تحتاجها في التشحيم، الزيوت، السوائل الموجودة، الاير كونديشن. بياخد الاير كونديشن دي يا جماعة اللي هو التكييف، بياخد فريون قد ايه؟ بياخد فريون 134، وبياخد تقريبا من 1.1 ل1.6 كيلو جرام فريون. كومبريسور الساعة بتاعته من 160 ل157. تمام. كل حاجة ممكن تحتاجها. الفيول تانك طبعا بياخد من 210 ل 1330 حسب ايه نوع التانك بتاعي. دي يعتبر اهم المعلومات اللي انا ممكن احتاجها في العربية بتاعتي. طبعا ادخل انت برقم الشاسيه، ممكن تبحث وتجيب الحاجة اللي تخص عربيتك انت، مش كل الموديلات الموجودة. طبعا هنسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. متنساش طبعا تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد.